بيبدأ الفيلم بجيمي وهو راجع من حفلة خطوبته على حبيبته جينا، واللي بيكون بينهم علاقة حب طويلة من أيام الطفولة وانتهت بالخطوبة، وبيبقوا فرحانين جدا بخطوبتهم لبعض وبيفكروا في خطواتهم الجاية في حياتهم. وبتفضل جينا طول الطريق تتغزل في خطيبها، وده بيليه عن الطريق وبيخليهم يعملوا حادثة، وبتقدر جينا ان هي تطلع من الحادثة دي سليمة، ولكن جيمي بيموت للأسف. فبتروح جينا لدكتور نفسي وبتفضل تتعالج عنده من أثر الصدمة دي لمدة 3 سنين، وبتفضل طول المدة دي منعزلة عن الناس تماما، وما بتعملش حاجة غير ان هي بتمارس هوايتها المفضلة وهي التصوير. وبعد مرور 3 سنين من الحادثة دي بتحاول رينيه صاحبة جينا من أيام المدرسة إن هي تخليها تخرج للشارع وتتعامل مع الناس مرة تانية، فبتاخدها معاها لرحلة في جزيرة بعيدة عشان يحتفلوا بيوم اسمه يوم الميد. وكمان في الجزيرة دي في مناظر طبيعية كتير، وده هيساعد جينا تمارس هواية التصوير اللي هي بتحبها وحالتها النفسية تتحسن. وأثناء ما بتكون جينا بتصور المناظر الطبيعية الموجودة على الجزيرة بتنادي عليها رينيه علشان تعرفها على إيان، وإيان ده صاحب مايكل حبيب رينيه، وهو اللي عزمهم على الرحلة دي كلها عشان يقعدوا في بيت عمه لحد ما احتفال الميد يخلص. هو بيبان على ايان ان هو معجب بجينا، ولكنها ما بتهتمش بيه لانها لسه بتحب خطيبها جيمي اللي مات من 3 سنين. فبتساله جينا في الوقت ده عن مكان الشنط بتاعتها عشان تاخد الدواء بتاعها، فبيقول لها ان عم ويد اخد كل الشنط للبيت وهم هيروحوا للبيت ده دلوقتي، وبيركبوا بعد كده كلهم المركب اللي هتوصلهم لحد بيت العم ويد. وبيكون مايكل هو اللي سايق وبيفضل يلعب بالمركب في وسط البحر، فبتتخانق معاه رينيه عشان يبطل اللي هو بيعمله ده لان جينا بدأت تفقد السيطرة على اعصابها. وبعد شوية بيوصلوا لبيت العم ويد، وبيكون بيت معزول لوحده عن باقي الجزيرة، وبيكون ويد بنى البيت ده عشان يحتفل بيه كل سنة بعيد الميد هو وافراد عيلته. ولكن السنة دي قرر ايان ان هو يحتفل بيه مع اصحابه، فبيرحب بيهم ويد وبيعرض عليهم مشروب، وبيبدأ يحكي لهم عن الاحتفال ده، وبيقول لهم ان هو قطع لهم تذاكر لحفلة كبيرة، والحفلة دي هتتعمل في الجزيرة النهاردة عشان بعد ما يستمتعوا باليوم يروحوا على الحفلة. فبيشكروا كلهم وبتسيبهم جينا وبتطلع تدور على الدواء بتاعها في شنطتها. وفي الوقت ده بتراجع نفسها لانها بتفكر توقف الدواء وتبدا تواجه الحياه وتتخطى موت جيمي، فبتقرر ان هي مش هتاخد الدواء ده مره تانية على الاقل طول الرحله دي. فبتنزل لهم مره تانية عشان يشوفوا ويستمتعوا بوقتهم ازاي. فبيقرر مايكل ورينيه انهم يطلعوا يناموا لحد ميعاد العشاء، وبيقرر ايان ان هو يحضر العشاء بنفسه وبتساعده في ده جينا. وبالليل على العشاء بيتجمعوا كلهم على السفره ومعاهم ويد، وبيبدا ايان يحكي عن حياته الشخصيه ودراسته علشان يلفت انتباه جينا، وفعلا بينجح ان هو يلفت انتباهها، وبتهتم جينا باللي هو بيحكيه وبتفضل تتكلم معاه عن دراسته. وبعد العشاء بيودعهم ويد عشان يحتفل هو مع اصحابه، وبيسيبهم عشان يستمتعوا بوقتهم في البيت بتاعه. وفي الوقت ده بيقترح عليهم ايان انهم يجربوا الساونا اللي بناها ويد في البيت بتاعه، فبيتحمسوا كلهم يجربوا الساونا وبيبداوا يغيروا لبسهم. وبتطلع جينا لاوضتها عشان تغير لبسها هي كمان، وبتراجع نفسها في ان هي تاخد الدواء بتاعها، لكن في الاخر بتصر ان هي تبعد عن الدواء ده، فبتنزل بسرعه عشان تلحق تدخل معاهم الساونا وتستمتع بالوقت. وفي الوقت ده بيكون ايان ومايكل في الساونا، وبتدخل عليهم رينيه، واول ما بتدخل بتلاقيهم بيتكلموا عن جينا، فبيقول ايان ان هو معجب بيها ولكنه مش عارف يعبر لها عن حبه. فبتحكي له رينيه عن جيمي وبتقول ان هي متاثره جدا من وقت موته، وعلشان كده هي رافضه تدخل في اي علاقه جديده مع اي شاب. وقبل ما تخلص كلامها بتوصل جينا لاوضه الساونا، ولكنها بتفكر في الوقت ده ان هي ترجع لاوضتها تاني لانها بتكون مكسوفه منهم كلهم. ولكن فجاه بيفتح ايان باب الساونا وبيكون في طريقه ليها لانها اتاخرت، فبتعتذر له على التاخير. وبتدخل الاوضه، واول ما بتدخل بتلاحظ ان الجو حر جدا، فبيقول لها ايان ان درجه الحراره بتاع الساونا 184 درجه، وده رقم كبير جدا. فبيحاولوا انهم يتاقلموا على درجه الحراره دي، ولكن جسمهم بيتعب بسرعه وبيكونوا عرقانين جدا. فبيقرر ايان في الوقت ده ان هو يرفع من درجه حراره الجو، فبيدلق ميه على مجموعه صخور موجوده في نص الاوضه، واول ما بتنزل الميه دي على الصخور بتتحول لبخار ميه، وده بيخلي درجه الحراره ترتفع اكتر. وبعد مرور دقيقتين بس من وجودهم في الساونا ما بيقدروش انهم يستحملوا درجه الحراره، وبيخرجوا من الساونا عشان ينزلوا الميه. ولما بيخرجوا من الميه بيحسوا انهم سقعانين جدا، فبيدخلوا الساونا عشان يدفوا جسمهم، وبيفضلوا يكرروا نفس الموضوع ده اكتر من مره. وفي مره من المرات وهم راجعين للساونا بيحاول مايكل ان هو يتخرج برينيه، وبيكون سكران جدا في الوقت ده، فبتبعده رينيه عنها
منها وبتقول له ان هي زهقت من الاهتمام بيه وبتسيبه وبتدخل الساونا. فبيتضايق مايكل من كلامها وبيقرر ان هو يطلع للطابق العلوي علشان يرتاح لانه بيكون تعبان جدا، وبيسيبهم هم في الساونا. ولكن اثناء ما هو ماشي بيخبط سلم خشب وبيقع على باب اوضه الساونا. وفي الوقت ده بتكون رينيه منهاره في اوضه الساونا لانها زهقت من علاقتها بمايكل، لان هو مستمر في الشرب بكميات كبيره وده مأثر على علاقتهم ببعض. ده غير ان هو بيكون سكران في اوقات كتير جدا وده بيحتاج منها مجهود عشان تهتم بيه، ولكنها مع الوقت بدأت تزهق وبتفكر ان هي تنفصل عنه. فبتحاول جينا في الوقت ده ان هي تهديها، فبيطلب منها ايان ان هي تطلع ترتاح شويه، فبتسيبهم رينيه عشان تطلع للطابق العلوي. ولكن هنا باب الاوضه مش بيتفتح، فبيفضل ايان يخبط على الباب بكتفه عشان يفتحه ولكن بدون جدوى لان السلم الخشب اللي وقعه مايكل قافل الباب من الناحيه التانيه. فبتعتقد هنا ان ده مقلب بايخ من مايكل وبتفضل تنادي عليه عشان يفتح الباب ولكنه ما بيردش عليها لانه في الوقت ده بيكون نايم على الكنبه في الطابق العلوي بسبب تاثير المواد المخدره اللي اداها له ويد. وبيكون في عالم تاني لدرجه ان هو لما بيصحى من النوم ما بيفتكرش ان اصحابه موجودين في الساونا اصلا، وبيعتقد انهم سابوه وراحوا الحفله. فبيقرر ان هو يروح وراهم، ولما بيوصل الحفله بيرفض حارس المكان ان هو يدخله لان هو معهوش تذكره. فبيشك ان اصحابه اتخلوا عنه وقرروا يدخلوا الحفله من غيره. فبيقرر يرجع للبيت مره تانيه ويفضل يشرب لحد ما يرجعوا. وفي الوقت ده بيكونوا هم موجودين في اوضه الساونا وبتبدا اجسامهم تجف بسبب الحراره. فبيقترح عليهم ايان يشربوا ميه كتير علشان يحافظوا على رطوبه جسمهم لحد ما يخرجوا من الاوضه دي باي طريقه. ولكن رينيه وجينا بيكونوا خايفين جدا، وده لان جينا ما اخدتش الدواء بتاعها فبتكون متوتره جدا وعندها اصلا فوبيا من الاماكن الضيقه. وفي الوقت ده بيكون ويد في الغابه مع صديقه بيحتفلوا بيوم الميلاد، وبيبان على ويد ان هو شخص طيب جدا وبيحاول يساعد ايان قريبه باي طريقه، وعشان كده هو قرر يديله البيت هو واصحابه علشان يستمتعوا بوقتهم. ده غير ان هو هيرجع البيت في وقت متاخر علشان ما يبوظ لهمش احتفالاتهم. وفي الوقت ده بتفقد رينيه اعصابها لما بتعرف ان هي ممكن تموت بسبب الحراره. فبيحاول ايان ان هو يطمنها وبيقول لها ان هو هيحاول يخرجهم في اقرب وقت، ولكنه بيفكر في طريقه يقلل بيها درجه الحراره بتاع الاوضه لان الميه اللي معاهم قربت تخلص. ولكن رينيه ما بتهتمش بكلامه وبتبدا تخبط على الازاز الموجود في الباب عشان تكسره، ولكنها بتكون ضعيفه وما بتقدرش تكسر الازاز. وفي الوقت ده بيلف ايان على ايده قطعه من القماش وبيبدا يخرج حجر من مجموعه الصخور الموجوده في نص الاوضه، وبيستخدم الحجر ده عشان يكسر بيه الازاز الموجود في الباب. وبيفضل يخبط فيه لحد ما ايديه بتتجرح ولكن برضه بيفشل يكسر الازاز. وبعد محاولات كتير بيقدر اخيرا ان هو يكسر الازاز ده، وبيبدا الهواء يدخل لهم عشان يتنفسوا. وبيحاولوا ينادوا مره تانية على مايكل عشان ينقذهم ولكنه بيكون سكران فمش بيكون سامعهم اصلا. فبيقرر ايام في الوقت ده ان هو يكتشف اي طريقه يخرج بيها قبل ما السخان يرجع يشتغل مره تانية ودرجه الحراره تزيد تاني. فبيربط حجر في قطعه قماش وبيحاول يزق بيها السلم ولكنه بيفشل لان الفتحه اللي في الباب صغيره جدا. وفي الوقت ده بتفقد رينيه اعصابها وبتحاول تكسر منظم الحراره عشان السخان يتعطل والحراره تقل، ولكن جينا بتمنعها عشان ممكن ده يتسبب في ان درجه الحراره ترتفع بشكل جنوني. وهنا بتهاجمها رينيه وبتتنمر على مرضها وبتقول لها ان هي متعوده على عزله وان هي نفسها تموت اصلا عشان تكون مع خطيبها جيم اللي مات. فبتتضايق هنا جينا من كلامها جدا لكنها ما بتهتمش قوي ترد عليها لانها مشغوله بخروجها من المكان ده الاول. وفي الوقت ده بتخطر على بال ايام فكره، وهي انه يفصل الدايره الكهربيه عن الاوضه كلها عشان يحاول يعطل السخان. واثناء ما هو بيحاول يفصل الدايره الكهربيه بيصعد بالكهرباء وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. فبتحاول جينا ان هي تنقذه وتعالجه من اثر الصدمه. وفي الوقت ده بتعتذر لها رينيه عن كلامها، واثناء ما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت الكلب بو فبيفضلوا ينادوا عليه عشان ينقذهم. وبيكون بو شامم ريحتهم ولكنه مش هيعرف يفتح الباب. فبيحاول بو ان هو يجذب انتباه مايكل علشان يروح يفتح لهم الباب. وفي الوقت ده بيفضل ايان ينادي على مايكل عشان ينقذهم ولكنه ما بيسمعهمش بسبب صوت الالعاب الناريه العالي. فبيروح بو لويد وبيحاول يجذب انتباهه هو عشان يفتح لهم باب الساونا، ولكن ويد هو كمان مش بيفهمه وبيفتكر ان هو خايف من الالعاب الناريه. فبياخدوا وبيمشوا بالعربيه ولكن بو بيفضل ينبح وبيرفض ان هو يتحرك معاه وبيكون عاوزه يرجع تاني للساونا عشان ينقذهم. فبيرجع معاه ويد فعلا وبيقابلوا مايكل في طريقهم. فبيستغرب ويد من وجود مايكل في البيت وبيساله عن سبب وجوده في البيت في الوقت ده. فبيقول له مايكل ان ايان وباقي اصحابه سابوه وراحوا الحفله، وده بعد ما هو فقد الوعي بسبب ان هو شرب كتير. ولما راح وراهم الحفله
الحفلة الامن منعه من الدخول، ومن وقتها وهو رجع للبيت مرة تانية، فبيعتذر له ويل على انهم سابوه وبيعرض عليه يكمل احتفاله باليوم معاه. فبيوافق مايكل وبيروح معاه هو وابوه، وبيفضلوا يشربوا لحد ما بيسكر مايكل جدا، وبيقرر يروح للبيت مرة تانية. ولما بيرجع للبيت بينام لان هو سكران جدا، وبيكون تعب من كتر الشرب، ده غير ان هو زعلان ان هم سابوه وراحوا الحفلة لوحدهم. وبيكون اصحابه في الوقت ده في الساونا وبيفكروا في اي طريقة يهربوا بيها من الاوضة برضه. وفي الوقت ده بتكون فقدت رينيه اعصابها تاني، وبتقرر ان هي تكسر مقياس درجة الحرارة، فبتحاول جينا ان هي تمنعها، ولكنها بتخبطها بالحجر في دماغها من غير ما تقصد، فبتقع رينيه على الارض وبتبدا رينيه تنزف من دماغها، فبتفتكرها جينا ان هي ماتت، ولكنها بتفضل عايشة ولكن فاقدة الوعي. وفي الوقت ده بيتأثر ايام بدرجة الحرارة العالية وبيفقد السيطرة تماما على اعصابه، فبيفضل يضحك بشكل هستيري، وبعدها بيرمي نفسه على السخان وبيفضل يرج فيه لحد ما بينفجر في السخان وبيموت ايان. وبتفقد جينا هي كمان الوعي، واثناء ما هي فاقدة للوعي بتحلم ان باب الاوضة اتفتح وانها قدرت تهرب من اوضة الساونا، ولكن بتفضل تنادي عليها رينيه لانها بدأت تتخنق من ريحة الغاز. فبتسترجع جينا وعيها وبتحاول تنقذ صاحبتها وتوصلها لحد الباب عشان تقدر تتنفس، فبتربط لها قطعة من القماش في السقف وبتعلقها من ايديها في القماش ده عشان تقدر تتنفس، وبتروح هي تسد فوهة الغاز لانهم لو فضلوا يشموا ريحة الغاز لفترة من الوقت هيموتوا. وبتقدر جينا ان هي تسد الفوهة فعلا، وبعدها بتفقد الوعي بسبب الغاز اللي شمته. وفي الوقت ده بيرجع ويد على البيت بعد ما بيخلص احتفالاته بيوم الميل، وبينزل اوضة الساونا عشان يطمن على البيت قبل ما يستلموا من ايان. واول ما بينزل المكان اللي فيه اوضة الساونا بيلاحظ ان المكان مكركب جدا وكأن كان حد بيحاول يسرق البيت، وبيلاقي باب الساونا مقفول بالسلم اللي وقعه مايكل ده. ولما بيبص من فتحة الباب الصغيرة بيلاقي رينيه متعلقة من ايديها، فبيفتكرها انها ماتت، فبيفتح بسرعة باب الساونا وبيخرجهم من جوه، ولكن بيفوت الاوان لان ايان بيكون مات. فبيتصل ويب بالشرطة عشان تيجي تحقق في الموضوع، وبيبلغهم بموت ايان. ولما بتوصل الشرطة وبيحققوا معاه بيقول لهم ان هو كان بيحتفل مع صديقه بعيد عن البيت، وعشان كده ما كانش يعرف انهم موجودين في الساونا، وده بسبب صوت الالعاب النارية العالي جدا. وبيبدأ يلوم نفسه على موت ايان، خصوصا ان هو لسه شاب صغير. وفي الوقت ده ضمير مايكل بيبدأ يأنبه لان ايان كان صاحبه جدا وهو اللي قفل باب الساونا عليه. ولما فاق من سكره بيفتكر كل حاجة حصلت بعد كده وهو سكران، وبيفتكر فعلا ان هو وقع السلم على الباب من غير ما يقصد، ولكنه مرجعش مرة تانية للساونا عشان ينقذهم. وفي الوقت ده بتتنقل جينا ورينيه للمستشفى عشان يحاولوا ينقذوهم، وهم في الطريق بتوعد رينيه صاحبتها جينا ان صداقتهم هترجع زي الاول وهيقضوا اغلب وقتهم مع بعض زي ما كانوا بيعملوا وهم صغيرين، خصوصا بعد ما بتاخد رينيه القرار بالانفصال عن مايكل نهائي بسبب اهماله اللي تسبب في موت ايان، وكان ممكن يتسبب في موتهم هم كمان. ولولا ويد رجع للبيت في الوقت المناسب ما كانوش عاشوا لحد دلوقتي. وبيخلص الفيلم.